السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. كل عام وانتم طيبين وبصحة وسعادة وبألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة النايتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهنعمل صوص شوكولاتة للتزيين بطعم النوتيلا، فيه طعم وريحة البندق، وهنقول كل الأسرار مع بعض النهاردة. باذن الله هتعملوا احلى كيك نايتي، احلى واطعم من اللي بتشتروه من بره بكتير قوي. وهنعمل الاسبونج في البيت بطريقه بسيطه جدا، من غير دقيق اسبونج ومن غير مكونات كتير وغاليه. باذن الله هتعملوا بنفس الطريقه دي وهيعجبكم قوي قوي. شايفين الصوص عامل ازاي؟ واللمعه بتاعته بجد رهيبه. وشايفين طراوه الكيك عامل ازاي؟ بجد تحفه جدا. والتزيين بتاعه سهل وبسيط خالص، والنتيجه مبهره. الفيديو النهاردة مهم جدا جدا، هنعمل فيه الصوص وهنعمل فيه الكيك. بإذن الله هيعجبكم وهتقوموا تنفذوها على طول. تعالوا كده نشوف قد ايه الكيك طري وهش وخفيف جدا جدا، والحشوة بتاعته مميزة خالص. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، كومنتات كتير ولايكات أكتر. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف هنعمل كيك النايتي القمر الحلو قوي قوي ده ازاي. شايفين الهشاشة بتاع الكيك؟ والكيك فاتح وأبيض وريحته جميلة جدا. بإذن الله هتجربوها وهتعتمدوها. يلا بينا نبدأ في الطريقة. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا معايا نص كوباية من اللبن البودرة، نص كوباية من الحليب البودرة. خلاص، هحط عليه ربع كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من الحليب البودر، وربع كوباية من السكر البودر. خلاص، هحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. تمام، دي طريقة النوتيلا، بس عاملينها على هيئة صوص خفيف عشان التزيين. ومعايا معلقة كبيرة من طعم البندق او نكهة البندق. خلاص، بتدي طعم حلو قوي قوي. هضيف معلقة كبيرة منها، هتغني عن البندق اللي هو المكسرات. خلاص، وبعدين هضيف نص كوباية من المية بالتدريج كده شوية بشوية. وبعدين ابدأ ان انا اخلط الخليط ده كويس قوي مع بعض. واول كده ما الاقي كل حاجة تجانست مع بعض، هبدأ ان انا اجيب من ربع كوباية لنص كوباية من الزيت، بضيفهم بالتدريج. الزيت يا جماعة بيتضاف بالتدريج اثناء الضرب. بجيب من ربع كوباية لنص كوباية على ما الخليط يربط ويتقل معايا. خلاص، ويديني القوام ده كده. طبعا لسه هيتحط في التلاجة. لو انت عايزاه اتقل من كده وتخليه قوام نوتيلا، هتقللي شوية المية وهتزودي شوية الزيت. خلاص، احطه بقى في التلاجة. وتعالوا نحضر الكيك. معايا بيضتين اتنين بدرجة حرارة المكان، وعادي لو ساقعين في الاسبونج مفيش اي مشكلة. وطبعا هضيف عليهم فانيليا سايلة او بودر، اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه، بس انا بفضل البودر اكتر من السايلة بكتير قوي. وبعدين هضيف عليهم نص كوباية من السكر الفاتح. مهم جدا الخطوات دي، سكر فاتح. نص كوباية من السكر الفاتح، معلقة كبيرة من محسن الجل، انا مستخدمة بونو، بيبقى حلو جدا جدا وبيدي نتائج روعة سواء الاكياس او العلب. وبعدين معايا نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف الموجود عندكم اشتغلوا بيه. تمام، وبعدين معايا كوباية من الدقيق، هنخلها كويس جدا 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 جدا. لازم الدقيق يتنخل. وهضيف ذرة بسيطة خالص من الملح. ومعايا ربع كوباية من المية. بضيف الاول ربع كوباية، واثناء الضرب بضيف الربع التاني. يبقى بياخد معايا نص كوباية من المية، بضيف ربع في الاول والربع التاني بضيفه وانا بضرب الخليط. تمام، ما وقفش ضرب يا جماعة لما الخليط يديني قوام كريمي عامل زي الكريم شانتيه. شايفين عامل خطوط على وش الخليط دوت، من كتر ما هو قد ايه تقيل. هو ده خليط كيك الاسبونج او الكيك الاسفنجي. خلاص، طيب معايا صاج، اكبر صاج من طقم الصواني ده، همسحه مسحه بسيطه من الزيت. وطبعا هحط ورق زبده، بس اهم حاجه دهن الزيت دي، عشان زي ما بقولك ورق الزبده مبقاش زي الاول، بقى تحس ان هو ورق كراريس كده. يعني لو عندك ورق كراسة اشتغلي بيها مفيش اي مشكلة، اللي هي الكشاكيل بتاع الرسم.
ومسحه برضو من الزيت على وشها كده عشان اتاكد ان هو مش هيلزق. تمام. وبعدين ابدا ان انا انزل خليط الكيك زي ما انتم شايفين كده، واوزع بقى الكيك كده في الصينيه زي ما انتم شايفين. حلو قوي. طبعا نمسح اي زوايد من الكيك على حروف الصينيه علشان ما تتحرقش وتعمل لي ريحه في الفرن. خلاص، بالمعلقه كده او بشوكه وابدا ان انا امشيها على الكيك عشان بس اساوي الوش بتاعه. معايا هنا شلت من الخليط معلقتين من الكيك، حطيت عليهم معلقه كبيره من الكاكاو الكامل غير محلى ومعلقه من الميه. تاني شلت معلقتين كبار من خليط الكيك قبل ما اضيفه في الصينيه، وبعدين احط عليه معلقه كبيره من الكاكاو الكامل غير محلى وعليهم معلقه من الميه، واقلبهم مع بعض كويس قوي قوي لحد ما يبقوا بالقوام ده كده. بلاش نضيف الكاكاو ونعملها عجينه تقيله عشان تتوزع معايا حلو على الكيك. هحطها في كيس من اكياس التلاجة وابدا ان انا اقطع الكيس كده، وبعدين ابدا ان انا اعمل خطوط بقى واعمل شكل الزجزاج كده بقى شكلها تحفه. خلاص، ولو حتى ما حطيتيش صوص شوكولاته وزينتيها هتديكي نتيجه روعه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ خطوط كده رايح جاي. خلاص، بالكاكاو هتديكي شكل تحفه، مش محتاج اي اضافه تانية. يعني انت لو سبتي الكيك فاضي كده مفيش اي مشكله خالص. انا اسفه بس من صوتي عشان عندي برد وتعبانه شويه. فهبدا ان انا اعمل خطوط رايح وخطوط جاي، هيديني الشكل الجميل ده، شكل رخامي روعه. طيب التسويه بتاع الكيك مهمه جدا يا جماعه. تسويه الكيك بيدخل على درجه حراره هاديه جدا جدا، بس اهم حاجه يكون مسخنه الفرن كويس قوي. يعني الفرن يكون ساخن كويس قوي قوي على درجه حراره متوسطه. يعني مش عايزه الفرن يكون ساخن مولع اللي هو اول ما احط الكيك يعلى وهو ما يستويش، لا. الفرن يكون درجه حرارته متوسطه، يكون ساخن السخونيه بتاعته متوسطه، بس لازم يكون ساخن كويس. وبعدين ببدا ان انا احط الكيك في الفرن وهدي الفرن خالص شمعة. الكيك الاسفنجي ما بياخدش في الفرن اكتر من 10 دقايق، وخصوصا ان سمك الكيك هنا معايا رفيع، فلو زاد عن 10 دقايق واقل من 10 دقايق كمان عشان ما ينشفش. لو الاسبونج قعد في الفرن اكتر من كده هينشف لان السمك بتاعه رفيع، فمش هياخد معايا اي وقت خالص وهيستوي. خلاص، ببدأ ان انا اجيب بقى صوص شوكولاتة بعد ما الكيك طلع من الفرن، بقسمه نصين واجيب الصوص احشيه، وبعدين ابدأ ان انا اقطعه قطع زي النايتي اللي بنشتريه، بيبقى تحفة جدا ومفيش حد ما بيحبوش، كبير وصغير بيموت عليه. طيب، وبعدين بصوص شوكولاته كده اللي انا عاملاه وابدا ان انا اوزع كده على وش النايتي. صوص الشوكولاته طعمه زي النوتيلا بالظبط، حلو جدا، سهل، اللمعه بتاعته روعه، ريحته جميله. الكيك هش وخفيف واسفنجي، مش مكتوم ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. طريقته سهله وبسيطه، عايزاكم تنفذوها وتفرحوا ولادكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. بجد من احلى الوصفات اللي انا عملتها للكيك هي الطريقه دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد الكيك رائع. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه وكلكم تنفذوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. واسيبكم في رعايه الله واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين وبخير.